ممكن تركز معايا شوية؟ أنا مش هاخد من وقتك كتير. ممكن تعمل ماسنجر أوفلاين، ولو بتلعب راوند هارتس أو أي جيم تانية سيبها بس لمدة 5 دقايق. احنا هنلعب مع بعض لعبة مختلفة، لعبة يمكن تعرفك شوية حاجات عن نفسك. أنا أحمد حربية من تيت راديو. لو انت لسه بتسمع لدلوقتي يبقى أنا هفترض إن انت فعلا مركز معايا، وفي الحالة دي هقولك اللعبة دي عبارة عن ايه. بكل بساطة أنا هسألك شوية أسئلة، بعد كل سؤال وقف الآيتم شوية، اعمل بوز يعني وفكر في الإجابة، وبعدين كمل، وفي الآخر هتفهم التيتا كلها. يلا بينا. دلوقتي يا سيدي انت في غابة، اوصف الغابة دي وحاسس بإيه؟ يعني قلقان، مطمن، فرحان، زعلان؟ يلا خد وقتك وفكر. وانت ماشي في الغابة لقيت فنجان في الأرض، اوصف الفنجان ده شكله ايه؟ وانت ماشي هتاخده معاك ولا لأ؟ خلاص قررت؟ تمام. بعد كده وانت مكمل رحلتك فجأة لقيت أسد جاي ناحيتك، هتتعامل معاه ازاي؟ بعد ما اتعاملت مع الأسد بالطريقة اللي انت قررتها وانت مكمل ماشي في الغابة لقيت بحيرة، اوصف البحيرة دي وفكر كده، هتنزلها، هتقعد عليها، هتتجاهلها تماما؟ شوف انت هتتعامل معاها ازاي. فاكر اجاباتك كويس؟ افتكرها كويس، لان احنا دلوقتي هنروح للمرحلة التانية والأخيرة. انت دلوقتي في صحراء، زي ما وصفت الغابة واحساسك وانت فيها، اوصف الصحراء واحساسك وانت فيها. بعد كده وانت ماشي في الصحراء لقيت صندوق، شكل الصندوق ده ايه؟ ولما تفتحه هتلاقي فيه ايه؟ خلصنا الصندوق. وانت ماشي في الصحراء بعد كده لقيت سلم، شكله ايه السلم ده؟ طويل، قصير، ولو وقفت عليه هيشيلك؟ وانت ماشي هتاخده معاك؟ خلي بالك، مهم قوي انك تبقى فاكر اجاباتك. يلا نكمل. وانت مكمل ماشي في الصحراء لقيت حصان، اوصف الحصان ده، اوصفه كويس وبالتفاصيل، وبعدين فكر كده، الحصان ده هيأمن لك؟ وانت هتتعامل معاه ازاي؟ وهتاخده معاك ولا لا؟ اخر حاجة بقى، وانت ماشي في الصحراء دي لقيت سور، السور ده طويل وعريض، انت مش شايف اخره لا طول ولا عرض. هتتعامل مع السور ده ازاي؟ قدامك احتمالات كتير، تقعد تحته تستنى الفرج، تمشي جنبه لغاية ما تجيب اخره، تحاول تفتح فيه فتحة. شوف ويلا فكر. خلاص كده خلصنا. يلا بقى نعرف بسرعة دلالة كل سؤال من دول. الغابة والصحراء هم حياتك اللي انت عايشها، فاكر انت وصفتها ازاي وكان احساسك فيهم ايه؟ ندخل بقى على بقية الحاجات اللي كانت في الغابة الأول. الفنجان هم الناس اللي انت بتقابلهم في حياتك ورأيك فيهم ايه؟ والأسد هي المشاكل وطريقة تعاملك معاها. البحيرة بقى هي الحياة العاطفية، انت وصفتها وقلت إذا كنت هتنزلها ولا لأ. فاضل الصحراء. الصندوق هو انت من جوه، فاكر انت لقيت جواه ايه؟ والسلم هو الأصدقاء، عشان كده سألتك هو هيشيلك ولا لأ، وإذا كان طويل ولا قصير. أما الحصان بقى هو شريك الحياة، انت وصفت وقلت هتتعامل معاه ازاي. أما السور يا سيدي هو القدر، بكرة، المستقبل. طريقة تعاملك مع السور ده هي نفس الطريقة اللي انت بتحاول تعرف بيها بكرة عامل ازاي. بس كده احنا خلصنا. ممكن دلوقتي تعمل ماسنجر اونلاين.